لو عندك بطة ومحتارة تعمليها ازاي، او لسه جايبة بطة ونفسك تعمليها بطريقة حلوة، طبعا الحاجة غليت ومش هنعرف نعوضها. احب بقى ارشحلك احلى طريقة ممكن تعملي بيها البطة. حاجة كده محشية بالفريك والكبد والقوانص، طعمها هيجنن الكل. وكمان لو عندك عزومة احب اقولك ان لازم الطريقة دي تكون موجودة وتكون من اولوياتك. هتشرفك من حلاوة طعمها، وهتبقى هي ملكة السفرة كلها. ومش هقولك اي مكونات مش عندك. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. معايا هنا كيلو فريك بلدي، تقدري تجيبيه من العلاف او من اي سوبر ماركت. انا جبت نوع نضيف فما كانش محتاج ان انا انقيه. لو انت جايباه من مكان مش ضمناه تقدري تنقيه براحتك. بعدها هغسله كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي تراب او قرقشه كده في الاكل. هغسله كويس لحد ما الميه تكون صافيه بالطريقه دي. هنقعه فيها نص ساعه على ما احضر البصله. هجيب حله على النار هنزل فيها بشويه زيت، وهكون فرمه بصله كبيره فرم وسط. اول ما الزيت يسخن هنزل بالبصلايه. هقلب شويه على النار لحد ما ريحتها تطلع، وابدا انزل بالتوابل. هضيف قرفه خشب، ربع معلقه كزبره، ربع معلقه فلفل اسمر، ورقتين من اللورة، نص معلقه كاري، وربع معلقه من الكركم، ورشه من جوز الطيب. دي المكونات اللي هتتحط في الفريك. نقلب بقى. بص اللون اتحول الاخضر ازاي. ده بقى اللون اللي انا محتاجاه للفريك، يبقى لونه مخضري خفيف كده في الحشو. خطوة إضافة التوابل في البصلة دي من الخطوات الأساسية، إن هي بتحمص التوابل في الزيت وتخليها تنزل كل الزيوت اللي فيها ويعزز طعمها، فبلاش نحطها على إضافة الفريك. شايفين اللون ده بالظبط اللي هكون محتاجاه. وهكون أنا مقطعة كبد وقوانص البطة قطع وسط، ولا صغيرة ولا كبيرة، وأبدأ أنزل بيها على البصلة كده وأشوحها مع البصلة والتوابل اللي ضفناها عشان تشرب من طعمهم. أول ما الكبدة تبدأ تغير لونها، خلاص هكون أنا غالية مية في كاتل وأنزل بيها عليهم وأقلب. بص لون المية بيغمر ازاي. ده بالظبط اللي أنا محتاجاه. وده الفريك اللي أنا نقعته نص ساعة لساعة على حسب، وأنزل بيه في المية. أول ما تغلي هصفي الفريك من المية وأنزل بيه على المية المغلية، ووطي النار هسيبه يستوي، وأبدأ أتبل البطة. معايا هنا بصلتين مبشورين بشر ناعم، هضيف عليهم ملح وفلفل أسمر وحبهان بودر، وأدعكهم في بعض. بعدها هشيلهم وأجيب البطة بعد ما أكون نقعاها مش أقل من ساعتين في محلول نقع، وأكون مصفياها ومنشفاها كويس جدا من أي مية. وبعدها هبدأ أضيف فيها البصل من جوه ومن بره، وأعمل البطة زي مساج بالبصل. وهبدأ اخد بقية البصل اللي اتبقى معايا واحطه في بطنها من جوه. لازم ادعك من جوه كويس جدا عشان اضمن واتأكد ان هي كده اتبلت من جميع النواحي، واتبل الجوانح واتبلها من جوه ومن البطن ومن الظهر من كل حتة، واسيبها مش اقل من ساعتين. تقدري تتبليها من قبل ما تعملي الفريك، من قبل ما تعملي اي حاجة، وتقدري كمان تبيتيها في التتبيلة، وده هيديها طعم احسن بكتير طبعا. بعد كده كان الفريك خلاص استوى نص سوا ومش اكتر من كده، لان البط بياخد وقت في السلق مش زي الفريخ، فانا مش عايزاها تتهري. فهبدأ احشي الفريك بعد ما يهدي معايا كده عشان اقدر احشي بيه. بعدها هدخل الفريك من جوه لحد بره، ومش هكتر عشان الفريك لسه ينفش معايا في الميه، فمش عايزاه يخرج بره. وزي ما قلت لو انت عندك عزومه بيتيها في التتبيله من قبلها، هيديها طعم وريحه خرافه ويجنن. انا هاخد الكميه اللي هتحتاجها البطه بتاعتي على حسب بقى اللي هتستعمليها، هي كبيره ولا صغيره. انا هنا حوالي البطايه خدت نص كيلو فريك في الحشو، بس زي ما قلت انا عايزاها كده بالظبط، مش عايزه اكتر ان هي تبقى واصله لحد الصدر من فوق من كتر الحشو. هكون مجهزه خيط وابره، بس الخيط يكون متين عشان ما يتقطعش مني. هبدا اقفل البطن بيها، اخيط الجلتين بتوع البطن واشد، واللي بعدها واشد عشان اضمن ان مع السوا ما تتفتحش معايا والفريك يخرج منها. خيطتها كده وارجع اعيد عليها من الناحيه التانية. هي تقيله شويه في الخياطه لان جلد البطه بيكون سميك، فلازم نأكد عليه كويس. نحاول نضيق الفتحة خالص على قد ما اقدر عشان مفيش اي فريك يخرج مع السلق، واتأكد ان الخيط بتاعي هيستحمل المية وهيستحمل الوقت اللي البطة هتستلق فيه. هشد كده جامد واقص بقية الخيط بالمقص. انا هنا الزور مش هقفله، هو كده كده الحشو مش واصل ليه. هبدأ ان انا اجيب ورق لورا حبهان وقرفة وبشر جوز الطيب، وحلة فيها مية على النار، وانزل فيها ببصل وطماطم وتوم
وبعدها بورق اللورة والحبهان والقرفة والملح والفلفل الأسمر، تغلي وابدأ انزل بالبطة وهقفل عليها لحد ما تستوي تماما. وعلى ما تستوي هروح احضر الصوص اللي هدهنها بيه بعد ما تخرج من السوا. الصوص ده عبارة عن نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكاري وربع معلقة من الكركم ومعلقة من الصويا صوص في الزيت، واقلب واخففهم بشوية مية بصوت. هوريكم القوام اللي انا محتاجاه بالظبط عشان اقدر افردها على البطة. هو ده القوام اللي انا هحتاجه. بصوا الشوربة بتاعة البطة دسمة جدا، تحس ان انتوا بتاخدوا سمنة مش شوربة. استغلوا الشوربة دي اسوأ استغلال، يعني اعملوا بيها ملوخية، عينوها في الفريزر، استعملوها في اي حاجة تاني. انا هنا بعد ما طلعت البطاية هشد الخيط، هو مجرد ما تشديه خلاص هيتفك منك، مش هتكون صعبة خالص معاكي. هبدأ اجيب الصوص اللي انا عملته وادهن بيه البطة كده من كل حتة، من الجناح، من الصدر، من فوق، من الورك. الفكرة بقى في ان انا ادخله الفرن كمان بعد السوا، ان الفريك ياخد قرمشة كده لذيذة ولون البطة يكون احلى وطعمها كمان. هنا كنت كملت سوا الفريك، هبدأ اخد منه واغرف في الطبق اللي هقدم فيه او الصينية. ما شاء الله الفريك مفلفل اهو، مش معجن ولا ملزق. انا هنا كنت بوزعه، بس بعد ما وزعته قررت ان انا افرغ من النص واخلي الفريك على الجناب بس، عشان اقدر انزل بالبطة في الحتة دي. بص البطة بعد ما اتحمرت لونها يجنن، ما شاء الله، اللون يفتح النفس على الاكل. اي حد ما بيحبش البط هيحبه بعد الوصفة دي. تعالوا نقسمها كده بالسكينة من البطن للصدر مش العكس، ونشوف الفريك من جوه عامل ازاي. انا كده قسمتها الفريك من البطة جوه، بصوا لا عجن ولا اتهرى مني، رغم اني زي ما قلت البطة بتاخد وقت كبير جدا في السوا عن الفراخ، وعلى الرغم من كده طلع تجنن وطعم الفريك ياخد العقل. تقدري تقدميه كده، وتقدري تقطعي البطة حتت صغيرة كده وتقدميها مع فريك، هتبقى لذيذة جدا. نعمل بشوربتها دي طاجن ملوخية، وصدقيني هتودي المود في حتة تانية خالص.